احنا شايفين ان الداتا اناليسيز والباور بي اي هو توجه كبير ماشيه بيه كل المناطق الصناعيه وكل الشركات الصناعيه. فكنا حابين ان احنا نعمل طفره في الشركه، انه ما فيش ديبارتمنت تخص الشركه جوه الشركه نفسها ما يكونش فيها شخص او اتنين معاهم داتا اناليسيز وباور بي اي. فده كان توجه عام من الاداره ان احنا نكون فريش كلها يكون معاها داتا اناليسيز وباور بي اي. ده الجروب نمبر 4. احنا كمان بنعمل 2 راوند جايين، فهيبقى كده من 25 ل 26 عملنا 6 راوندز مع امت تخص الداتا اناليسيز والباور بي اي، منها الجروب ومنها الانديفيدوال. البروجكت بتاع كل الاشخاص كان عباره عن ريبورت عمل طفره كبيره في القسم بتاعه من حيث الاناليسيز ومن حيث الداتا ومن حيث كل حاجه تخص الباور بي اي وتخص الداتا كليننج والكلام ده كله. فانا لقيت ان كان في سكورز مختلفه جدا بين البري والبوست اسسمنت. كانت الناس طالعه بنولج عالي. احنا كشركه صناعيه دايما بيبقى عندنا تقارير يوميه وتقارير شهريه، فده اثر جدا مع البارتيسبنت ان هم بقوا بشكل ادق وبشكل اسرع بيكونوا بيقدموا الريبورت بتاعهم عن طريق الداتا اناليسيز والباور بي اي اللي هم اخدوا. امت هي في الماركت انا شفتها يعني في فريش وانا بعمل الكومباريزون بين البروفايدرز وكده، حسيت ان هي نمبر 1 في الجزء بتاع الداتا اناليسيز والباور بي اي. فعلشان كده حبينا ان احنا نكون بنجوين معاكم ده في 25 وفي 26 وان شاء الله يعني مكملين. انتوا حقيقي بارتنر لفريش مميزين. الجزء بتاع الداتا اناليسيز والباور بي اي انتوا حاسسكم نمبر 1 في الماركت يعني. فاحنا مبسوطين ان احنا كمان بنتعامل مع بعض وبارتنر يعني. اسمي اسلام محمد سيد، انا بشتغل بزنس اناليست مانجر في شركه فريش. خدت كورس مع امت، كورس ادفانسد اناليسيز وباور بي اي، وده فرق معايا في الشغل كتير قوي. يمكن انا طبيعه شغلي كلها اناليسيز بطبيعه الحال، فمعظم شغلي كله عباره عن بيج داتا بحاول اهندلها، وده فرق معايا قوي كورس الباور بي اي بالذات، لان ابتديت اهندل الداتا بدايناميك داشبورد. بكليك واحده بقدر اجيب الانسايتس كلها. طبعا في الاكسل انا كنت فاكر ان الواحد عارف كل معطيات الاكسل، بس اكتشفت ان في شورت كاتس كتير قوي فهمتها من الكورس، ودي فرقت معايا في شغلي. عملت يعني ايه، قللت وقت الشغل بالنسبه لي، وفي نفس الوقت بقى عندي فيجن اكبر من اللي كانت عندي قبل كده بالنسبه للاكسل بالذات. أنا اسمي جاكلين فوزي. I'm the recruitment supervisor for Fresh Electric for home appliances. طبعا أنا أخدت الكورس بتاع الباور بي اي. Actually الكورس is very fruitful و helpful جدا، وهو مفيد لأي حد لازم يجوين شركة زي شركة Fresh Electric for home appliances. طبعا احنا شركة كبيرة في مجال الهوم appliances، فطبعا الكورس بيخدم على حتة البرودكشن والكواليتي وكمان ال HR. فصراحة هو الكورس is very helpful، واي حد بيشتغل في اي مجال يخص الانتاج او الصيانه او الكواليتي او ال HR. و thank you بجد شركه امت تريننج سنتر كبير ومعروف طبعا في الفيلد ده، و thank you very much. معاكم محمد خليفه سينيور سوبرفايزر في شركه فريش. انا حضرت كورس ادفانسد خاص بالداتا اناليسيز والباور بي اي. الصراحه الموضوع اختلف خالص لما ابتديت اشتغل بتفاصيل اكتر في موضوع تحليل البيانات واستخدام الباور بي اي، وازاي اللي انا امانج الشغل بتاعي، بسبب اللي انا بوفر وقت بدل ما بوزع التاسكات على التيم بتاخد وقت متكرر او حاجات زي كده. فاعتمادي على الاناليسيز والارقام اللي بنستخدمها وفر معانا في الوقت وفي المجهود كتير جدا. انا مازن الجزيري، داتا اناليسيس انستراكتور في امت. الموظفين هنا بيتعاملوا مع داتا كبيره كل يوم، فلازم التولز والسكيلز عندهم تتطور يوم بعد يوم. فعشان كده احنا جينا كل واحد فيهم قدر ان هو يطبق الكونتنت اللي بناخده مع بعض على شغله، وده قدر يستفيد بيه في شغله، ان هو يوفر وقت ويقدم ريبورتس واضحه وياخد قرار صح. باختصار الكونتنت بتاعنا اللي بندرسه كل يوم هو مش بس تول، ولكن هو ازاي بيأثر على قرارات شركه صناعيه كبيره زي فريش، ودي رؤيتنا وهدفنا في امت.